السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي سويت أند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل 120 قطعة. هيبقوا عندنا في البيت حاجة هتخليكم تستغنوا عن بتاعة الشركات تماما، وتحدي بجد. أنا النتيجة أبهرتني حقيقي. مكعبات الماجي يا جماعة هتعملوها بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي. كل اللي عايزينه بصلتين متقطعين أي تقطيع براحتكم تماما زي ما انتم عايزين. الكمية اللي أنا هقولها دي لمقدار 4 لتر من الشوربة. تمام. هنا اهو هبتدي اجيب فلفل حصى او فلفل بودر زي ما انتم عايزين، فلفل اسود، وهجيب معلقه كبيره من الملح. وخلي بالكم الشركات بتستخدم ملح صيني. اي تتبيله عايزينها او طعم فراخ يكون اشبه للمطاعم او الشركات، الملح الصيني هو اللي هيديكوا التطعيمه دي. لكن الملح الصيني بما اننا بنعمل حاجه في البيت، فالملح الصيني عليه اقاويل كتير وكتر استخدامه غلط، فنستخدم ملح عادي. انا حطيت معلقه صغيره من الكركم، ربع معلقه صغيره من الكاري وممكن تستغنوا عنه، وحطيت كمان ربع معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقه كبيره من السكر، ربع معلقه صغيره من القرفه البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، وحطيت معلقه كبيره من بهارات الفراخ. ولو عندكم بقدونس مجفف تمام، ما عندكمش ممكن نحط يعني عودين 3 كده من الفريش وممكن نستغنى عنه تماما. وممكن تحطوا كمان مسمارين قرنفل لكن انا ما حطيتهمش. جبت الشوربه بتاعتي وهي عباره عن 4 لتر من الشوربه، حطيتهم في الحله. طبعا اللي متابع القناه عندي عارف ان انا دايما لما باجي اسلق حاجه بحط يا اما ربع يا اما تلت الحله ميه بس، لان انا بستخدم دايما الشوربه بتاعتي بتكون مركزه. طيب انا بقى جمعت الكميه بتاعت الشوربه دي كلها، ونجيب عفشه ونسلقها عادي خالص، اجنحه ونسلقها تمام، مفيش اي مشكله خالص. وحتى لو خلينا وراك نجيب العظم بتاعها وبرضه نسلقه ونعمل شوربه. المهم ان احنا نجمع الشوربه. طبعا كميه الشوربه دي شيء يرجع لكم بتاعكم. انا جمعت 4 لتر من الشوربه، وابتديت احط المقدار كل الخضار بتاعي اللي انا وريته لكم والتوابل وكل الحاجات دي كلها. هنسيبهم على النار يغلوا براحتهم تماما. شوفوا، هتلاقوا هنا في فرق ما بين المقدار بتاع الشوربه وما بين الحله حوالي 3 صوابع. انا كمان عايزاهم ينزلوا اكتر من كده. انا هفضل سايباهم على نار عاليه لغايه كمان البصل ما يتهري معايا. انا هفضل احط على النار واسلق 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 واسلق، وافضل كده شغاله على الشوربه. الريحه كانت جنان جنان جنان، كميه التوابل رهيبه يا جماعه. وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه. ممكن تقسوها عن كده او تخلوها اتقل من كده براحتكم تماما، بس انا كان بالنسبه لي كده كويس جدا. هستنى بقى لما تبرد ونضربها في الخلاط. عندنا هاند بلندر وهي سخنه كده بالهاند بلندر، ونشتغل ونروح مصفيين على طول، او في الخلاط. وبعد ما نضربها في الخلاط برضو هنصفي، لازم تصفوا. انا نقلتها في حله اصغر وعملت معايا بالظبط 7 كوبايات من الشوربه. تخيلوا 4 لتر شوربه 12 كوبايه، انا وصلتهم ل7 كوبايات، وكنت ممكن كمان اوصلهم ل4 عادي، بس انا اكتفيت كده. لكل كوبايه من الشوربه حطيت عليها معلقه كبيره من الدقيق، وممكن تخلوه معلقه ما تكونش هرميه. ونحط سمنه، يا ريت بقى لو عندنا زبده فلاحي، سمنه فلاحي، سمنه بريحه الفلاحي، براحتكم خالص. هنحط معلقه يا اما على كل معلقتين دقيق معلقه واحده من السمنه او الزبده، او معلقه قصادها معلقه. انا عملت معلقه قصادها معلقه، وعملتهم زي البشاميل بالظبط، بس خليت ان الدقيق ياخد شويه لون. تمام. وخلاص تمام كده، الدقيق استوى معايا والريحه بتاعته خلاص راحت ومبقاش فيه ريحه خالص، والسمنه هي اللي ظهرت. نزلتها على طول على الشوربه. هفضل بقى اقلب من وقت للتاني كده ولغايه ما تتقل معايا. في مدرستين، في مدرسه بتقول ان احنا نفضل حاطينها على النار لغايه ما يبقى القوام عجينه حقيقي، عجينه بمعنى الكلمه. وفي مدرسه تانية لا، السمك يكون متوسط كده ويكون نازل على المعلقه تقيل. انا فضلت ده، اللي هو يكون نازل على المعلقه بتقل. حلو الكلام. هنجيب بقى الصاج بتاع الفرن او اي صينيه، حاجه تكون كده يعني، او قوالب التلج، بس هتستنوا طبعا لما هيبرد لو قوالب تلج. انا جبت صينيه بتاعه الفرن، الصاج بتاع الفرن، حطيت عليه ورق فويل، وبعد كده حطيت عليه ورق زبده، ونزلت بالخليط بتاعنا وهو سخن كده. بعد ما نزلت عليه وهو سخن كده، طبعا لازم نغطي الوش بتاعه علشان ما يعملش معانا قشره. فيا اما بالاسترتش يا اما بالاكياس الحراريه اللي هي بتدخل الفرن، اللي بنحط فيها الفراخ او اللحمه بتاعتنا او السمك. الاكياس الحراري بتاعت الفرن. اوعوا الاكياس بتاعه التلاجة من فضلكم وهي سخنه كده، لان الاكياس التلاجة هي معموله للتلاجة، يعني للحاجات الساقعه مش للحاجات السخنه، فهتتفاعل معاه.
يبقى احنا كنا نشتريها احسن من السوبر ماركت، ولا اننا نحط الاكياس ونجيب ضرر اكتر. تمام الكلام يا جماعه؟ ما عندناش ده ولا ده، ممكن نحط ورق زبده فوق الوش برضو، ونستنى كده لما تبرد شويه ونحكمه بقى. هدخلها الفريزر عشان ما تشيلش اي ريحه من اي حاجه 24 ساعه، انا عايزاها تجمد كويس جدا. حلو الكلام. هبتدي اقطعها، قطعوها التقطيعه اللي تعجبكم، حطوها في قوالب تلج، حطوها في قوالب شوكولاته، زي ما انتم عايزين. انا حبيت اقطعها عشان اعملها لكم بالظبط زي بتاعه الشركات، وهوريكم دلوقتي القوالب 2 قد بعض ازاي. عملت معايا 120 قطعه زي ما قلت لكم بالظبط في اول الفيديو. بصوا ده الشكل بتاعه الشركات، وده الشكل بتاعه البيت. الفتحه دي بتاعه الشركات، الغامقه دي بتاعه البيت، والغامقه دي بسبب الكاري، وان الدقيق بتاعي خد لون. لو عايزين ما تبقى فاتحه كده وصفة، ما تحطوش كاري، حطوا بس كركم، وخلوا الدقيق زي بتاع البشاميل ابيض، فده شيء يخصكم تماما يعني. بس انا بصراحه حبيت ان النكهه تكون يعني متنكهه احلى، الكاري بيدي تطعيمه تانية برضو. تمام. طبعا مش هسكت بس لحد كده، لا ده انا هكمل معاكم التجربه، وهحطها في كوبايتين من يعني كل واحده هحطها في كوبايه في ميه سخنه، وهوريكم الفرق، وهتعرفوا احنا ضحكنا على نفسنا كتير قوي 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 بجد. بصوا اللي فيها المعلقه دي بتاعت الشركات، اللي ما فيهاش المعلقه الاولانيه دي بتاعت البيت. بصوا اللي فيها المعلقه عامله ازاي، بصوا بتاعت البيت عامله ازاي، شوربه شوربه بجد بجد متكلفه، تطعيماتها حلوه جدا جدا جدا. بصوا دي لونها ايه، طبعا البقدونس اهو اللي بقول لكم عليهم حاطين بقدونس مجفف كتير، انا ما حطيتش غير حاجات بسيطه قوي يعني تدي بس نكهه على خفيف كده. بصوا الشوربه، بصوا دي عباره عن لون مش اكتر من كده، لون وملح وبتاع يعني بجد حقيقي. اعتمدوا الوصفة دي بما انكم بتستخدموا انماجي، فخليكوا في الطريقة دي. 120 قطعة مش قليلين، هيكفونا كتير جدا. خلوها في البيت اضمن وانضف واحلى بكتير. اتمنى الفكرة تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو